بالنسبة للكلام، المرحلة الرابعة بتاعتنا الكلام، خلينا نقسمها برضو لكذا مرحلة. أول حاجة وأنا في البداية ببدأ إن أنا أعمل أسئلة وأجوبة بسيطة. بسأل نفسي، بقعد كده إيه وأنا ماشي وأنا قاعد في البيت وأنا بذاكر: اسمك إيه؟ اسمي كذا. أنت منين؟ أنا من كذا. عندك كام سنة؟ عندي كذا. فبسأل وبرد عشان أتعود إن أنا أسأل، أتعود إن أنا أجاوب، أعمل خطوتين في نفس الوقت. ودي هي المرحلة السهلة. تاني مرحلة وهي إن أنا أبدأ أوصف اللي أنا بعمله بشكل لحظي. بمعنى أنا دلوقتي بتمشى في الشقة، رايح المطبخ، باكل، بشرب، بفتح التلاجة، مسكت الكوباية، شربت، رجعت الكوباية مكانها، قفلت باب التلاجة، خرجت من المطبخ، عديت على الصالة، مشيت فوق السجادة، فتحت باب الأوضة، دخلت، قفلت باب الأوضة، قعدت. فأنا دلوقتي بوصف كل حاجة أنا بعملها بالإيطالي. فده بي إيه، أو أي لغة أنا بتعلمها، فده بيفيدني جدا في حاجتين. أولا، الكلمات اللي أنا عارفها بدأت أستخدمها. لما فتحت التلاجة وأنا بقفلها، هنكت كده اللحظة. يعني إيه يقفل؟ أنا ما أعرفهاش يقفل دي. اروح مطلع الموبايل بتاعي، يعني ايه يقفل؟ يقفل يعني كيودر. ما اشوف تصريف كيودر ده في المضارع بيبقى كيودو، في الماضي بيبقى كذا، في المستقبل بيبقى كذا. كده تمام، اتعلمت حاجة جديدة. اوكي، معايا الورقة والقلم، صحابي اللي احنا اتعرفنا عليهم في البداية مكملين معايا. مش عاوزك تثق في نفسك أوي في حتة الذاكرة في البداية خاصة، يعني لأن ده بيكون شيء طبيعي إنك بتنسى لحد ما تتعود، فشيء طبيعي جدا. ما تقلقش منه إنك تنسى. الموضوع بيحتاج مراجعة، بيحتاج انك على فترات ترجع تشوف الكلمات اللي انت اتعلمتها جديد، تراجع عليها لحد ما واحدة واحدة انت الموضوع بيكون بالنسبة لك اسهل جدا في الحفظ. لان الحفظ مش شيء سلبي، الحفظ هي موهبة، الحفظ هي جزء من التعلم مش الهدف. المرحلة الثالثة دلوقتي وصلنا لها، وهي ان اتكلم مع حد، بس حد لطيف، حد زي شات جي بي تي، حد يساعدني، حد انا اكون متحكم فيه اكتر ما هو متحكم فيا. اقدر ان انا اوجهه للحاجه اللي احنا عايزين نتكلم عنها. ممكن شات جي بي تي او حد صديق ليا، واحد صاحبي مثلا، هيساعدني، هيكون مطاوع ليا في الموضوعات البسيطه اللي انا عاوز اتكلم عنها. شرحنا قبل كده او عملنا فيديو قبل كده عن ازاي نقدر نعمل الموضوع ده، فتقدروا تشوفوه على القناة عندنا موجود. المرحلة الرابعة بقى وهي الأخيرة، إن أنا أتكلم بقى مع ناس حقيقية، إن أنا أبدأ بقى تواصل فعلي. وهنا الفايدة بتاعتنا بتكون إن أنا عندي الكلمات، عندي الاعتياد لحد ما كويس، عندي الحاجات اللي انا محتاجها. فهنا بيكون دور ان انا ارتب الحاجات دي كلها مع سرعة، سرعة رد فعل، تلقائية، تعبيراتي، متحمس، لا، متضايق، مستغرب. فبعمل الحاجات دي كلها في نفس الوقت. فدي بيكون هنا التحدي ان انا اوفق ما بين الحاجات دي كلها في المرحلة الرابعة. وده ايه هو اللي بيكون مهم. وانا بعمل اي خطوة من الاربعة دول جنب الورقة والقلم. عطلت عند اي لحظة، اوكي، انا بتكلم دلوقتي وبحكي عن عملت ايه امبارح، نسيت، بس جيت عشان اقول وانا راجع بالاتوبيس، نسيت، نسيت او ما اعرفش راجع بالاتوبيس يعني ايه. فقلت وانا راجع وايه مشيت حالي. كده انت بتخدع نفسك. مشيها دلوقتي بس جنبك الورقه والقلم. ازاي اقول راجع بالاتوبيس؟ اعلم عليها كده عشان اقدر اطور النقطه دي عندي. ما انا مش عاوز اسيبها. قدرت ان انا اتصرف، دي شطاره مني، بس انا عاوز اطور النقطه دي برضو. فبعد ما اخلص مع الشخص اللي بتكلم معاه او ايا يكن الحاجة اللي أنا بعملها، أروح أدور بقى على بالأتوبيس يعني إيه، فاكتشف معناها إن هي إن أوتوبوس أو كل أوتوبوس. فكده بيكون الدنيا بالنسبة لي شكلها لطيف. طبقت على اللي أنا عارفه وتعلمت حاجات جديدة، فكده أنا بتطور. خلينا نتفق برضو إن اللغة هما اتجاهين: ورا أو قدام. مفيش حاجة اسمها مستواي يفضل ثابت. إما المستوى بتاعي بيزيد أو المستوى بتاعي بيقل. فأنا ناخد بالي من حاجة زي كده.